هنتكلم النهارده في عن رأي الجمهور في الكرة المصرية. احنا عندنا مشكلة في الكرة المصرية، هي عقدة الخواجة. ان احنا مؤمنين دايما ان المدرب الأجنبي أحسن من المدرب المصري، مع ان احنا لو ركزنا في إنجازات الكرة المصرية، أحسن إنجاز في تاريخ الكرة المصرية كان أولا صعود كأس عالم 90 كابتن جوهري مع جهاز فني مصري خالص. ولو نفتكر كأس عالم 90 احنا ساعتها لعبنا هولندا ولعبنا ماتش جامد جدا معاهم. كان هولندا بطل كأس الأمم الأوروبية 88، ومصر كاس بطل افريقيا سنه 86. وبعد كده تاني اقوى انجاز كان كابتن حسن شحاته لما خد 3 كاس افريقيا ورا بعض. طبعا كالعاده اعداء النجاح في 2006 قال لك ده في مصر والجمهور والحكم تاثر بالارض والجمهور ودعاء الوالدين. راح الراجل في غانا 2008 كسب الكاميرون في الافتتاح 4، وكسب الكاميرون في النهائي 1، وكسب كوت ديفوار في قبل النهائي 4 مع اداء حكايه. وكان احسن لعيب في البطوله كان حسني عبد ربه. 2010 في انجولا كسب نيجيريا في الافتتاح 3، وكسب غانا في النهائي 1-0. مع اول اخفاق لكابتن حسن شحاته تمت اقاله كابتن حسن شحاته بصوره غريبه، ولا كأن الراجل عمل اي انجازات مع الكره المصريه. نيجي نسقط من العقده الخواجه دي من الانديه من المنتخبات للانديه على النادي الاهلي. النادي الاهلي كان كابتن محمد يوسف ماشي كويس جدا بعد ما حسام البدري مشي، خد بطوله افريقيا 2013، وقبليها كابتن حسام البدري كان واخد بطوله افريقيا 2012. كابتن حسام البدري خد بطوله افريقيا 2012 من الترجي في تونس، كسب الترجي في تونس 2-1. كابتن محمد يوسف كمل البطوله بعد ما كابتن حسام مشي، وكسب اورلاندو بيريتس في القاهره 3-0، وتعادل معاهم هناك 1-1. كابتن محمد يوسف مع اول مشكله ما بينه وبين مجلس اداره محمود طاهر تمت اقاله محمد يوسف في نقطه حساس جدا في الموسم، في شكل صعب ان هو يحصل مع النادي الاهلي. مشي كابتن محمد يوسف وجه كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك كمل الدوري، خد الدوري، كمل الكاس، وصل لقبل نهائي الكاس، اشتغل في الكونفدراليه، اتصدر المجموعه، كان مع النجم الساحلي ونكانا ريد ديفلز وسيو سبورت. ومره واحده نزل لنا بالباراشوت مستر جاريدو. مستر جاريدو من ساعه ما مسك النادي الاهلي وهو لا يفرق شيء عن اي مدرب عادي في الكره المصريه. الراجل ده من ساعه ما مسك الاهلي وهو بيخسر في كل مباراه معركه خط النص. الراجل جاي من اسبانيا مع احسن نجوم العالم في خط النص، بيخسر معركه خط النص في كل ماتش. وكل الماتشات اللي الاهلي بيكسبها بخبره لعيبته فقط لا غير. لو جينا ركزنا في شويه ماتشات على سبيل المثال، ماتش دمنهور الاهلي يتقدم 1 دمنهور يتعادل، الاهلي يتقدم 2 دمنهور يتعادل، لحد ما الخبره حسمت الموضوع بالجونين بتوع عماد متعب في اخر الماتش. مستر جاريدو في ماتش الرجاء خسر معركه نص الملعب. في ماتش النصر الاهلي كسبان ماتش النصر في الدقيقه 96 خسر معركه نص الملعب. الاهلي كسب حرس الحدود 3-0، لكن لو جيت بصيت للماتش هتلاقي ان حرس الحدود راكب الماتش بلغه الكوره، وهو تقريبا اللي ماسك الكوره، بس خبره لعيبته ما خلصتش. الاهلي مهاره تريزيجيه مع موهبه وليد سليمان خلصت المباراه. خط النص على الرغم ان النادي الاهلي يمتلك لعيبه قويه جدا في خط النص، لو جينا استعرضنا لعيبه الاهلي في خط النص هنلاقي حسام عاشور مسمار خط النص، انت بتلعبه كل مباراه الراجل انهك لحد ما اتعور في الاخر. عندنا محمد رزق لعيب كويس جدا جاي من المقاولين، الراجل يلعب ماتش ويغيب ماتش، يلعب ماتش ويغيب ماتش، وعلى الرغم من كده الماتش اللي بيلعبه بيجيد فيه. طب انت ليه ما بتخلوش يستمر عشان يجيب فورمه الماتشات ومستواه يعلى؟ عندنا احمد خيري من احسن لعيبه خط نص في مصر، برضه مش عايز يلعب، ما تفهمش ليه. يقول لك احمد خيري ما بيأديش الواجب الهجومي اللي انا عايزه منه. طب واحده واحده فورمه الماتشات هتجيب. عندنا محمد فاروق، الراجل اثار ضجه كبيره جدا وقال لك ده خليفه ابو تريكه ولما هيجي،
الراجل جه قعد على الدكه، واحيانا بره القايمه خالص. عندنا اسلام رشدي قال لك خليفه محمد بركات، الراجل جه برضه قاعد بره. احتمال الناس دي تكون ما بتأديش اللي جريده عايزه، بس يا جماعه اديله فرصته. لعيبه خط النص في الاهلي انهكت، لازم تطلع دماء جديده. عندك رمضان صبحي راجل 17 سنه، بتنزله في ماتشات بيبقى الاهلي عايز يكسب، فراجل بخبره 17 سنه مع دوري ممتاز هتلاقيه بيتنرفز وينفعل هتلاقيه مش بيديك 50% من مجهوده. كريم بامبو الراجل انت مقعده بره، ما انتش فاهم مقعده بره ليه. ومحمود تريزيجيه لعيب كويس جدا، لكن خبرته ما تخليهوش ان انت تعول عليه الفرقه كلها. يتبقى في الاخر كابتن وليد سليمان، والراجل ده لما بيتهز الاهلي كله بيتهز. عبد الله السعيد اصيب اصابه طويله المدى، ومره واحده راح راميه في ماتش سيو سبورت في اسلوب غريب جدا، انت بتحرق الراجل. يتبقى في الاخر لينا اسم عند النادي الاهلي بيلقب بالكابيتانو، حسام غالي. الراجل ده من ساعه ما رجع من بلجيكا وهو ما بيعرفش يعمل اي حاجه غير ان هو يتعصب على اللعيبه وياخد انذارات في الملعب. مش ده كابتن النادي الاهلي. كابتن النادي الاهلي بيبقى قدوه للعيبه. كابتن النادي الاهلي في عز ما اللعيبه تبقى مشدوده انت تهديهم. كابتن النادي الاهلي لما القائد بصفه عامه لما يجي ينصح اللي تحتيه ينصحه بهدوء وبالراحه. حسام غالي لا يليق ان هو يلعب في النادي الاهلي حاليا. اسلوب اللعب ده انت كده بتخسر معركه خط النص في كل مباراه، على الرغم ان انت عندك لعيبه قويه جدا في خط النص، بس انت مش قادر تستغلها كويس لكذا سبب بقى انت ادرى بيهم. مستر جريدو لو خسرت خط النص في ماتش زي ماتش انبي او ماتش زي ماتش الزمالك، الفرقه دي بتخلص، عندها خط نص قوي وعندها هجوم بيخلص، هتخسر بنتيجه كبيره. هنيجي للنقطه الثانيه في النادي الاهلي. احنا عندنا خط هجوم النادي الاهلي احقاقا للحق عشان ما نكونش متجنيين على الراجل، عنده سوء حظ غير طبيعي في خط هجوم النادي الاهلي. عنده اصابه طويله المدى لجده، وعنده اصابه طويله المدى لعمرو جمال، والاثنين كانوا مؤديين جدا وشغالين كويس جدا. يتبقى عماد متعب لسه راجع من اصابه، ولما رجع من الاصابه لحظه السيء ان هو راجع على ماتش سيو سبورت اللي هو نهائي افريقيا، ضغط جماهيري وفرقه عافيه، فرقه بتلعب بالعافيه. عماد متعب ما كانش جاب لياقته لما جه ماتش سيو سبورت. ماتشات الدوري ما هياش زي ماتشات افريقيا. عندك كذا لعيب تقدر تعتمد عليه مع لعيبه خط الهجوم. احمد عبد الظاهر مجلس اداره الاهلي وداه تجربه احتراف فاشله في الاتحاد الليبي، الراجل رجع مستواه هابط جدا. احنا عندنا لعيبه جامده جدا في خط الهجوم، احنا نقدر نستفيد بوليد سليمان، نقدر نستفيد بعبد الله السعيد، نقدر نستفيد بكريم بامبو، نقدر نستفيد برمضان صبحي، بس ان انت تأهلهم كويس، ان انت تحط خطة كويسة تدعمهم، مش تاخدهم ترميهم مرة واحدة كده. مع سوء الحظ مع بتاع مستر جريدو هو يتحمل جزء كبير، لان هو ما بيركزش مع لعيب او اتنين. دايما تلاقيه الماتش ده لاعب احمد عبد الظاهر، يجي الماتش اللي بعده يلعب احمد متعب، يجي الماتش اللي بعده يلعب صلاح الدين سعيدو اللي لسه راجع من الاصابه. لازم مستر جريدو يركز كويس ويعرف هو عايز يلاعب الفرقه بانهي خطه. انت مش جاي تجرب مع النادي الاهلي، انت عندك فكر وجاي تطبقه على النادي الاهلي. ده الفرق اللي بينك وبين مستر جوزي. احنا دلوقتي معاكم في الفقره الثالثه من الحلقه، وهي خط دفاع النادي الاهلي. خط دفاع النادي الاهلي بيعاني من مشكله كبيره جدا بعد اعتزال وائل جمعه. من بعد اعتزال وائل جمعه ومفيش لعيب الخبره اللي يشيل خط الدفاع الاهلي زي ما كان وائل جمعه موجود في خط دفاع النادي الاهلي. سعد الدين سمير
لعيب خبرته صغيره بس لعيب قوي جدا وفايتر زي وائل جمعه بالظبط، بس محتاج عنصر خبره يعلمه ويدعمه ويقعد دايما يلقنه في وسط الماتشات. عنصر خبره بياخدها سعد الدين سمير من مين؟ من محمد نجيب، لعيب ضعيف جدا لا يرتقي ان هو يلعب النادي الاهلي. لعيب ضعيف في السرعه، ضعيف في الالتحامات، يعني غالبا بيسرح في وسط الماتشات، فتلاقي الفيرو قطع من وراه الكره اتلعبت جون، زي ماتش دمنهور الجون بتاع ابو كونيه، الجون الثاني في ماتش دمنهور. نيجي للعنصرين الباقيين في دفاع النادي الاهلي. شريف حازم ولعيب لسه جاي جديد على النادي الاهلي، ما نقدرش نحكم عليه، وان كان هو خامه طيبه لانه بيلعب في خط باك يمين وبيلعب سيرد باك، نقدر نستفيد منه في كذا مركز. ولؤي وائل اللي جاي من ليرس البلجيكي ما نقدرش نحكم عليه برضه لان هو لسه ما خدش الفرصه كامله. لو حكمنا عليه دلوقتي بالفشل او بالنجاح يبقى احنا بنظلمه. وشريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل ده بقى قصه وحكايه وروايه. الاهلي اشتراه من الاسماعيلي ب 7 مليون جنيه زائد احمد صديق. مفيش حد في شريف عبد الفضيل الاهلي ما استفادش منه نهائي. الراجل بيلعب ماتش ويغيب 10، يتصاب ماتش يغيب 10 ماتشات قدامه، وفترة تأهيل وفترة مش عارف ايه، على بال ما يرجع تكون الدوري خلص ونكون بطولة افريقيا احنا ما لحقناش نستفيد منه فيها. الراجل بيلعب في مركزين، مركز الباك اليمين ومركز الظهير، مركز السيرد باك. الاهلي ما استفادش من شريف عبد الفضيل اصلا. مركز الاثنين اللي في القلب دول محتاجين النادي الاهلي يعمل لهم تمارين خاصه، يجيب حد تاني. النادي الاهلي محتاج 2 مساكين اقوياء جدا من طراز وائل جمعه. نيجي لظهراء الجنب. الظهير الايسر اكثر استقرارا من الظهير الايمن. الظهير الايسر في حسين السيد وفي صبر رحيل، الاثنين خامه طيبه جدا وخامه كويسه جدا. اي نعم ما وصلوش لمرحله سيد معوض الجناح الطائر اللي كان بياخد الاهلي ويطير بيه ناحيه الشمال، بس مع الماتشات هيجوا. الظهير الايمن مع باسم علي لا يوجد احد. باسم علي فضل يلعب 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 لحد ما ارهق واصيب في مباراه دجله. مين اللي يلعب بداله؟ شريف عبد الفضيل، باك يمين بطيء جدا لا يجد الحلول ان هو يعدي. كرة تجيله ممكن يحط مره واحده انما ما بيعديش، بطبيعه ان هو راجل باك يمين، ان هو راجل سيرد باك مش باك يمين. في ظهير ايمن في النادي الاهلي اسمه محمد هاني، الراجل لسه طالع مره واحده اختفى. انا ارى ان يتم الاعتماد على محمد هاني بجوار باسم علي علشان النادي الاهلي يقدر يظبط خط دفاعه شويه. ولو جينا ركزنا في 2005 العصر الذهبي للنادي الاهلي، كان قوه خط الدفاع النادي الاهلي من خط النص. ساعتها كان بيلعب النحاس وائل جمعه وشادي محمد، بيلعبوا بثلاثه في القلب. خط النص كان حسن مصطفى ومحمد شوقي، وكان معاهم حسام عاشور احتياطي. بس كان الكور ما كانتش بتوصل لخط الدفاع، ولو وصلت كان بيقطعوها الثلاثه دول. فهنا تيجي في خطه مستر جاريدو، انت عندك بتحط في خط الدفاع بتلعب في القلب بتلعب حسام عاشور وجنبيه اي حد تاني. لاي حد تاني ده انت احيانا بتلعب بحسام غالي ومعاه حد تاني. حسام غالي انا ارى ان الاهلي خسر خساره فادحه لما رجعه تاني يلعب في الاهلي. الراجل ما بناخدش منه غير العصبيه فقط لا غير، يتعصب على زمايله ويتعصب على حكم المباراه وياخد انذارات كتير. حسام غالي انا ارى ان هو مع شريف عبد الفضيل صفقات فاسده للنادي الاهلي. لسان حال جماهير النادي الاهلي من الاخر، مستر جاريدو من ساعه ما جه النادي الاهلي ما قدرش يكسب حب جماهير النادي الاهلي. انصحه نصيحه من مشجع، من اي حد بيحب النادي الاهلي، اي مشجع في الشارع بيحب النادي الاهلي، خلي اللعيبه تحبك، ولازم تخلي التيم كله يلعب كمنظومه راجل واحد.
المخطئ يتعاقب حتى لو كبر اسمه. مستر جوزيه كان لعيبه الاهلي كلها بتحبه، كل لعيبه الاهلي كانت بتموت في مستر جوزيه، بس ما كانش حد يقدر يغلط، واللي بيغلط كان بيتعاقب حتى لو هو مين. مستر جريدو ارجوك كفايه مجاملات. اللعيب جمهور الاهلي ما بيقبلش بالمركز الثاني، جمهور الاهلي عنده المركز الثاني خساره. ده عندي ولا عند مين؟ اللي عندك وقف لغاية فين انت؟ وقف بس انت الأول. هو الصوت ده